عمرِك حطيتِ facial mist على وشِّك وبعد ثانيتين حسيتِ إن بشرتِك فاقت ورجعت لصحتها تاني؟ النهارده هنعمل مع بعض واحد من أقوى الfacial mist في العالم. mist مش بس بيرطّب، لأ ده بيهدّي وبيعالج وبيقاوم الالتهابات وبيفتح وبيحارب الأكسدة، كل ده في تركيبة واحدة مدروسة علميًا. طب ليه الfacial mist ده مختلف؟ لإنه مش مجرد مَيّة معطرة بس، دي فورميلا كاملة ترطيب وتهدئة وتفتيح وحماية ومضادات أكسدة وبيشتغل على كل أنواع البشرة خصوصًا البشرة الحساسة. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم محمد شعلان وفيديو جديد من ميركير هنعمل فيه الفيشيال ميست. كل المكونات هنشرحها بالتفصيل. أول حاجة معانا النياسيناميد. النياسيناميد هاخد منه 3% أو 3 جرام بما إني هاعمل باتش 100 مللي. ده مكون سوبر ستار بيفتح البشرة لأنه بيقلل انتقال الميلانين وبيصلح الحاجز الواقي للبشرة وبيقلل اللمعان وبيهدي الالتهابات، وده اللي بيخليه مناسب جدا حتى للبشرة الحساسة. هدوبه مع الماء المقطر وبعد كده هنزل بخلاصة الكامومايل. الكامومايل هاخد منه 10%، وده بقى من أقوى المكونات الموجودة في التركيبة، بيهدي وكمان بيحتوي على البيسابولول والأبيجينين، مواد مضادة للالتهابات بشكل قوي جدا وبيقلل الاحمرار والحساسية وبتدي إحساس راحة فوري. هنزل بعد كده بالجرين تي اكستراكت، وده سلاح مضاد للأكسدة وكمان بيحمي الجلد من التهيج ومن أشعة الشمس ومن التلوث. وبعد كده هنزل بالليكرس اكستراكت، وشفتوني قبل كده ان انا كنت عملت عنه فيديو، واللي مش شايفه يرجع يتفرج عليه تاني لانه واحد من المكونات اللي بتفتح البشرة بشكل طبيعي عشان بيحتوي على جلابردين اللي بيمنع نشاط التيروسينيز، يعني بيقلل التصبغات واللون الداكن في البشرة. هنزل بعد كده بالجليسرين، وده واحد من أقوى المرطبات في العالم لأنه هو بيرطب البشرة وبيحافظ عليها وبيمنع الجفاف وبيحمي الجلد. كمان هستخدم البروبندايول. البروبندايول برضه مرطب خفيف جدا على البشرة وبيساعد في امتصاص المكونات بسرعة، كمان بيقوي الفاعلية بتاعة المادة الحافظة وبيحافظ على النعومة والرطوبة بتاعة الجلد. مهم جدا ان انا اقلب كل الكلام ده كويس جدا علشان خاطر يبقى كل حاجة عندي متجانسة وما يبقاش عندي تكتلات. بعد كده عندي حاجة اسمها البيتا جلوكان. البيتا جلوكان ده مرطب ومكون رهيب جدا جدا جدا، انا بستخدم منه 1%. ده بيعمل ترطيب عميق جدا، كمان بيصلح الخلايا وبيقلل الالتهابات وبيشتغل أقوى من الهايلورونيك أسيد وبيدي قوة للجلد. بدوبه في الروز ووتر أو ماء الورد وبعد كده بضيفه على المحلول بتاعي. أنا باخد منه 1% والروز ووتر نسبتها 20%. مهم جدا ان انا اتاكد اني دوبت كل البيتا جلوكان عندي علشان ما يبقاش عندي اي تكتلات في المحلول. زي ما حضراتكم شايفين انا بدوب كل حاجه وبضيفه بعد كده على المحلول الاساسي بتاعي. بعد كده بضيف الإيديتا، والإيديتا طبعا ده عامل كلييتنج ايجنت علشان يمنع ان اي impurities او اي شوائب تبقى موجوده عندي في التركيبه، وكمان بيزود من فعاليه الماده الحافظه. مهم جدا عمليه التقليب زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بضيف البانسينول او الفيتامين بي 5، باخد منه 2%، وده مهدي قوي جدا وبيصلح مشاكل الحاجز الجلدي وبيقلل الاحمرار وبيزود نعومة البشرة. وبكمل تقليب. عملية التقليب مهمة جدا هنا علشان احافظ ان انا يبقى عندي محلول شفاف ومتجانس. بضيف بعد كده نسبة 0.1 من الفريجرنس. انا استخدمت هنا الروز علشان يبقى متماشي مع مية الورد وكمان الكامومايل، بس طبعا حسب الرغبة كل واحد حر. وبعد كده بنزل بالبايكرول WS1 وهي المادة الحافظة، بنزل منها ب 0.1% وبكمل تقليب. ويبقى كده خلاص عندي المحلول بتاعي خلص. هجيب الكونتينر بتاعي وابدأ اعبي فيه، ويبقى سهل ان انا استخدمه وارش على وشي وهيحس بالترطيب والنضارة والنعومة بتاعته. ده بالنسبة لفيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب في القناة وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو حابين منتج معين يا ريت تقولوا لنا واحنا هنعمله ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.